الصاد يهدد السعودية بسبب الدعايات الطائفية. والسوداني يوجه الشعب بتقييم أداء كبار موظفي حكومته. ومحافظ البنك المركزي بماذا يطمئن العراقيين. وماذا فعل السوداني بحق ما حدث في تظاهرات تشرين. السلام عليكم، تحية طيبة لجميع المتابعين. لنبدأ بأبرز الأخبار لهذا اليوم. وصرح الصدر يبدو أن الدوائر المتطرفة في المملكة العربية السعودية وبعض الأطراف الدينية المتشددة وخصوصا المؤسسة الوهابية لا تريد أن تنجلي غيمة الطائفية السوداء أو أن تنقشع غيوم الكراهية والتباغض حتى بعد خراب مالطا كما يعبرون. وتسبب الخطاب الديني الطائفي بكوارث إنسانية في العراق وسوريا ولبنان واليمن وغيرها من البلدان العربية. اطلت علينا هذه الدوائر المتغلغلة في عمق مؤسسات الدولة السعودية وخصوصا الإعلامية منها عبر ترويج لعمل تمثيلي يجسد شخصية أول الخلفاء الأمويين ومؤسسه الأول معاوية بن أبي سفيان، الرجل الذي تسبب بأكبر وأفظع حرب أهلية في تاريخ الإسلام واستولى على الخلافة وشار سيفه بوجه الإمام علي بن أبي طالب وتسبب بمقتل مئات الآلاف من المسلمين ومن بينهم كبار صحابة رسول الله. وهذا الشخص المجرم تاريخيا يراد أن يسوق عبر دراما البترودولار السعودية وتقف خلف أجندات مشبوهة وهدفها إدامة الزخم الطائفية وسكب المزيد من الزيت على رماد تلك الحرب المشؤومة. والمسلسل الذي تنوه قناة الMBC السعودية بثه في شهر رمضان المقبل قد يكون بحسب مراقبين إعلاميين محطة اشتباك طائفية واستفزاز واضح لجمهور أكثر من مليار مسلم، وفي مقدمتهم المسلمين الشيعة الذين يحملون هذا الشخص مسؤولية الدماء والانحرافات والانتكاسات التي عاشتها الأمة الإسلامية عبر قرون طويلة. وفي أقوى وأول رد إسلامي اعتبر زعيم التيار الصدر مقتدى الصدر أن بث مسلسل عن معاوية مخالفة للسياسات الجديدة المعتمدة التي انتهجتها السعودية. وفي خبر آخر، أصدر رئيس الوزراء محمد الشياع السوداني إعماما لتقييم درجات الخاصة من وكلاء ومدراء عامين ومن بدرجاتهم. وبحسب الوثيقة فإن استنادا إلى توجيهات رئيس الوزراء ومقتضيات عمل لجنة الأمر الديواني رقم 22200 لسنة 2022 والتي تولى مهمة تعيين الدرجات الخاصة وحسم ملف تعيينات المديرين العامين والدرجات الخاصة بالوكالة للتفويض بتزويد بأسماء المكفولين ووكلاء الوزارات ومنهم بدرجاتهم والمستشارين والمدراء العامين ومنهم بدرجاتهم بالوكالة ليتسنى إجراء اللازم في ضوء ذلك مع إرفاق تقارير كفاءات الأداء وإملاء الاستمارات المرفقة. وفي خبر آخر، أكد محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق أن الوفد الذي يزور واشنطن وجد تفاهما كبيرا واستعدادا للعمل المشترك في سبل تسهيل وتوسيع منافذ التحويلات الخارجية وكذلك توسيع الفئات المشمولة بعمليات التحويل. وقال محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق في مقابلة صحفية أن السعر الرسمي لصرف الدولار يجب أن لا يتجاوز 1320 دينار، منوها إلى أنه من الإجراءات والتعليمات التي صدرت التي سوف تصدر لن نجد هناك سببا للدفع بأكثر من السعر الرسمي. واعتبر أن النظام الجديد للتحويلات سيحرر المصارف من مشكلة القلق بشأن ما تقوم به من تحويلات خارجية بشأن القيود الأمريكية على البنك المركزي العراقي. وقال العلاق الحقيقة لم نجد أي قيود على عمليات التحويل الخارجي ما دامت الأغراض والمصادر الأموال مشروعة. ووجه رئيس الوزراء محمد الشياع السوداني بتسريع إجراءات لجنة الأمر الديواني المختصة بالتحقيق في أحداث تظاهرات تشرين داعيا من يمتلك شهادة عيان لتقديم أقوالهم. وقال المكتب السوداني في بيان له أنه داعما للإجراءات القضائية وإظهارا للحقائق
وإنصافا لعوائل الشهداء، وجه أحداث تظاهرات تشرين 2019 وجه رئيس مجلس الوزراء محمد الشياع السوداني بتسريع إجراءات لجنة الأمر الديواني المرقم 293 لسنة 2022 التي تتعلق بالتحقيق في الأحداث التي رافقت تظاهرات تشرين عام 2019 وما بعدها، ودعا السوداني المواطنين ممن لديهم شهادات عيان حصن تخص الأحداث الناتجة عنها وقائع جنائية رافقت أحداث تظاهرات تشرين عام 2019 وما بعدها للحضور أمام اللجنة لتدوين أقوالهم. وأكد أن نتائج لجنة التقصي والحقائق سيجرى عرضها في مؤتمر يخص لهذا الغرض التزاما بالبرنامج الحكومي وإيفاء بوعد المتظاهرين تشرين. فيما أشار البيان إلى أن الرقم المخصص للجنة التقصي والحقائق هو الذي سوف أتركه في أول تعليق وأسفل الفيديو. وإلى هنا ينتهي خبرنا إلى هذا اليوم. أشكر كل شخص تابعني إلى هذه اللحظة. دمتم في أمان الله وحفظه.